لا صراحة النقطة ما كانت كافية، احنا جايين عشان نفوز وجاتنا فرص وما استغليناها، وهذا حال الكورة. كابتن عبد الفتاح، بصراحة وضع الاتحاد الآن كيف شايفه؟ والله صراحة الوضع الكل شايف، خاصة بعد آخر مباراة ضد الأهلي. والمشكلة في أشياء بس ما بتكلم فيها الحين، إنه خلوا إنه السبب هذا كله إنه بعض اللعيبة. وأنا أقول للشخص اللي قال حسبي الله، وحيجي إن شاء الله يوم حنعرف كل شيء إن شاء الله. يعني هذا التوضيح منك بأنه اللاعبين ليسوا السبب فيما يحدث اليوم في الاتحاد. اللاعبين ككل غابوا، بس خلوا انه بعض الاشخاص واسمي انذكر منهم انهم هم سبب هذا الشيء. والنادي ما قصر اصدر بيان في هذا الشيء، انه اللاعبين هذول ما كانوا هم السبب. وان شاء الله الجاي يكون، ان شاء الله نشتغل، وان شاء الله الجاي يكون احلى ان شاء الله. تتوقع بأن القادم يكون أفضل في الأيام الجاية للاتحاد؟ الأمور ستتصلح؟ اكيد اذا يدنا مع يد الجمهور ومع النادي ووقفنا كلنا مع بعض، اكيد الجاي حيكون احلى. اذا غير كذا حتشوف الجاي اسوء. أخيرا، الآسيوية خلاص أو لسه في أمل؟ لا لسه عندنا مباراتين، وان شاء الله نقدم فيها ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا.